السلام عليكم. زمان لو كنت شُفت الطاجن ده في أي حتة كنت أقول يا نهار أبيض! إيه الحلاوة دي! ده أكيد معمول بقى من شيف عالمي يعني، حاجة كده من ورا الخيال زي ما بيقولوا، مع إنه طلع سهل يا جماعة بشكل. تعالوا أقول لكم مكوناته. أول حاجة جبت 3 معالق سمنة كده أو زيت زيتون أي حاجة، وفي وok وعلى درجة حرارة عالية جدًا حطيت فيها مكعبات لحمة صغيرة. صغيّرة يعني متقطّعة صغيّر، هي هتكون مثلًا فيليتو أو وِش الفخدة أو سِن، أي حاجة من اللحمة اللي هي بتبقى بتستوي بسرعة وكمان ناعمة كده. أول ما أحطّها طبعًا الزيت أو السمنة سخنين جدًا، فهتاخد كده زي صدمة، يعني إيه؟ يعني هتقفل المسام بتاعتها وتغيّر لونها شوية، عشان تبقى من جوّه juicy كده ومن برّه متحمّرة. وما نقلّبهاش على طول علشان ما تجيبش مَيّتها وتبقى زفرة، يعني لازم أتأكد إن هي أخدت لون كده عشان أقدر أقلّبها بعد كده، وبعد كده بقى أحُط عليها فلفل أسمر بس، أنا مش هاحُط عليها أكتر من كده عشان أحس بطعم اللحمة، وأدّيها تقليبة كده والّا تقليبتين، ومن غير ما تضحكوا عليّا يا جماعة، أنا حاولت على قد ما أقدر أجيب البصل الصغير القوارمة بس ما لقيتش أصغر من كده في السوق، قُلت هاحطه زي ما هو كده من غير ما أقطّعه، بس بيني وبينكم طلع كبير شويتين، أنتم لو لقيتوا اللي أصغر من كده يبقى حلو أوي، أو ممكن تقطّعوه مكعبات صغيرة. وكيلو إلا ربع لحمة عليه حوالي نص كيلو بصل أو يمكن أزيد شوية. هسيبه بقى كده على درجة حرارة هادية وأديله تقليبة كل شوية. هنا بقى قرب خلاص اللحمة تخش في السوا فلازم أعمل العجينة اللي هي هتبقى أحلى طبقة عيش على الوش كده، حاجة تجنن وسهلة جدا. في بولة هحط كوباية دقيق عليها رشة ملح، نص معلقة من الخميرة الفورية ونص معلقة سكر وحوالي نص معلقة كده حلوة كبيرة من زيت الزيتون أو أي نوع زيت عندكم. وبعد كده هقلب كويس وأحط عليهم نص كوباية من المية الفاترة شوية بشوية، مش مَيّة سخنة يا جماعة علشان الخميرة تشتغل كده وتبقى كويسة. وبعدين هو الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني ممكن تاخد نُص كوباية المَيّة كلّها، ممكن تاخد أقل معلقة، زيادة معلقة، المهم تقعدوا تعجنوا فيها حوالي 4، 5 دقايق لحد ما توصل للقوام ده. وبعدين تسيبوها تخمر حوالي نُص ساعة، في النُص ساعة دي هنعمل إيه بقى، هنرجع تاني للحمة بتاعتنا اللي خلاص تقريبًا بقت 3/4 سِوَى، شايفين؟ طبعًا أنا كل شوية كنت بابُص عليها وأدّيها تقليبة، لو احتاجت شوية مَيّة والّا حاجة باحط لها مَيّة سخنة، حوالي ربع كوباية والّا حاجة. هنا بقى حطيت عليها بطاطسية كبيرة كده متقطّعة مكعبات، وعليهم كمان نُص معلقة ملح أو معلقة إلا ربع كده، علشان طبعًا إحنا ما ملّحناش اللحمة في الأول، إحنا بنملّحها وهي داخلة في السِوَى. هادّيها تقليبتين كده وبعدين هاهدّي النار بقى واسيبها النُص ساعة تستوي كده على مهلها. بعد كده بقى هتكون خلاص العجينة بتاعتنا اختمرت، هتطلع أحلى طبقة عيش في الدنيا يا جماعة. إحنا بنتخانق تقريبًا على حتّة اللقمة اللي بتبقى على الطاجن من فوق ده. المهم بقى فرشت شوية دقيق من تحت ومن فوق كمان عليها وفردتها بالسمك اللي أنتم شايفينه ده. هاشيلها على جنب وأجيب الطاجن بتاعي، أي طاجن عندكم بقى، وأحط فيه كباب الحلة القمر ده اللي بالبطاطس. أهم حاجة بس كباب الحلة ما يكونش واصل لآخر الطاجن، يعني يبقى فيه كده حوالي 2، 3 سنتي من فوق بينه وبين العجينة، عشان ما يبوّظش العجينة ويطريها ويخليها تتقطّع، شايفين قد إيه؟ هاحط بقى عليها طبقة العيش، وكمان أضغط عليها كويس أوي من الجوانب عشان تمسك كده كويس. وهادهنها كده بشوية لبن صغيرين، يعني حوالي معلقة، واحط بقى عليها لو عندكم شوية سمسم، عندكم شوية حبة البركة. أنا بصراحة كان عندي سمسم وحبة البركة فرشيتهم عليه من فوق، لو مش موجود ما فيش مشكلة. وبعد كده أحطهم في الفرن بتاعي لدرجة حرارته 200، هيقعدوا حوالي نص ساعة، نص ساعة و5 دقايق. كل حاجة تقريبًا في الطاجن مستوية، أنا بس عايزاهم يتكمروا كده كويس، وكمان طبقة العيش دي بتاخد من طعم وريحة كده كباب الحلة بيبقى طعمها حلو جدًا. وكمان طاجن كباب الحلة المكمور ده يا جماعة بيبقى ريحته وطعمه حلوين أوي، مختلفين جدًا عن اللي بنعمله في الحلة العادية. طبعًا ده ممكن يتاكل بالعيش عادي، وممكن يتاكل جنب رز بالشعرية كده حاجة حلوة أوي، لإن طبقة العيش دي مش هتكفي يعني الأفراد اللي عندي كلّهم في العيلة. شايفين الجمال؟ مش قادرة أقول لكم ريحته حلوة قد إيه، وكمان سهل، أديكم شفتوا سهل جدًا ما فيهوش كمان دربكة يعني، حاجات كده في منتهى السهولة وبتطلّع حاجات في منتهى الجمال. الله على الجمال! يا رب يكون عجبكم وألف هنا.